معركة رمثة مثلها مثل عديد المعارك المهمة التي غيبت عن التاريخ الوطني رغم اعتبارها أولى المعارك بالجنوب التونسي، والتي مهدت لعديد الانتفاضات الشعبية ضد المستعمر الفرنسي. 25 من سبتمبر سنة 1915 تواصل التواجد العسكري المكثف للمستعمر الفرنسي بمدينة تطاوين، وتواصل تضييق الخناق على أهلها، حيث ضاق ذرع بعض المناطق كقرية رمثة التي أحدث فيها الفرنسيون مركز حراسة دائم به ثكنة تسكنها حامية من الجند تتكون مما كان يعرف بالسرية 125 لجيش البر الفرنسي بكامل عتادها الحربي من بنادق ورشاشات ومدافع وخيول. كان هذا نتيجة لمعرفة المستعمر بخطورة سكان هذه القرية ورفضهم للتواجد الفرنسي بالمنطقة الواقعة على نحو 25 كيلومترا شرقي مدينة تطاوين. كان موقع رمثة حساسا آنذاك، حيث تتواجد القرية على الطريق الرابطة بين تطاوين وذهيبة، وكذلك على مقربة من مختلف المناطق الواقعة على الجنوب الغربي من ليبيا. اجتماعات سرية بين رموز القبائل تم إثرها تجنيد أزيد من 300 مقاتل، والاتفاق على ضرب العدو الفرنسي في مراكز قوته، حيث تم اختيار أكثر المناطق تحصينا وخطورة. مركز السرية 125 برمثة. بدأ الهجوم من الجهتين الغربية والشرقية، حيث هوجم مركز مراقبة الثكنة المحتوية على كم هائل من الذخائر، في حين اشتبك البقية مع السرية 125. دب الرعب بسرعة في نفوس الجنود الفرنسيين مع الإصرار العظيم من المجاهدين على التقدم، وخوف الفرنسيين من سقوط الثكنة بعتادها. تواصلت المعركة يوم 26 من سبتمبر، وحمي وطيسها بشدة رغم سقوط أكثر من 50 شهيدا بين الرجال والنساء اللواتي أبدينا شجاعة نادرة في سحب الجنود المصابين من أمام نيران العدو الفرنسي. يوم 27 من سبتمبر قدم الدعم الفرنسي الهائل من تطاوين، وتباينت بوضوح موازين المعركة، لينسحب بذلك المجاهدون وتهاجر أغلب العائلات بالمنطقة بعد أن نكل بهم المستعمر الفرنسي وصادر أرزاقهم وأمتاعهم. بعد أن تلقى هزيمة أولى خسر فيها الأرواح والعتاد، وتيقن من صلابة أهل البلاد وإيبائهم